بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده هنعمل السمبوسك باللحمه المفرومه بطريقه اقتصاديه جدا. كتير جدا هيقول ايه ده سمبوسك ولحمه مفرومه وبطريقه اقتصاديه؟ تابعوني لنهايه الفيديو وانتوا هتعرفوا ان السمبوسك بصي، يعني بعد الفيديو ده هتكوني واثقه ومتاكده ان السمبوسك من الوجبات الاقتصاديه جدا معاكي. عندي هنا اول حاجه هنبدا على تعصيج اللحمه المفرومه. في الحله يا دوب هحط هي يعني نص معلقه بس من السمنه. وبعد كده انا هشتغل النهارده على كيلو من اللحمه المفرومه. تقدري طبعا تشتغلي على نص كيلو فقط، لكن النهارده انا مزوده الكميه لان محتاجه اللحمه المفرومه في حاجه تانية. لكل نص كيلو وحدتين او حبيتين من البصل المتوسطه، ولكن انا عندي البصل كبير فعلشان كده استخدمت 3 فقط. وعندك الفلفل لكل نص كيلو برضو وحدتين من الفلفل. وتقدري طبعا في الوصفة دي تستخدمي الفلفل الرومي الكبير اللي هو الأصفر والأحمر، لكن أنا ولادي للأسف مش بيحبوه فعشان كده أنا ما استخدمتوش. وهو عموما في كل الأحوال كمية البصل والفلفل بترجع لك انتي، حابة ان انتي تكتري حابة ان انتي تقللي، دي حاجة ترجع لك انتي. في ناس كتير بيقعدوا يقولوا لازم نحط البصل الأول وبعد كده بعدها نحط الفلفل. لا، أنا بصوا زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، أنا بفرم البصل مع الفلفل الاتنين مع بعض في الكبة عندي كبيرة بتاخدهم كلهم مع بعض، وبنزل بيهم الاتنين مع بعض زي ما انتوا شايفين. بعد كده بننزل بالبهارات بتاعتنا. التوابل هي عبارة عن ايه؟ ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة، وجوزة الطيب. اللحمة المفرومة ما بتحتاجش اكتر من كده لان بهارات اللحمة اساسا هي عبارة عن مجموعة توابل كتيرة جدا وغنية جدا. هبنزل لكم اللينك بتاعها. وانا يعني عايزه اقول لكم للامانه، يعني اي نوع توابل انا بنزله لو عملتيها وحطيتيها عندك في البيت، التوابل دي بتريحك كتير جدا في كل الوصفات وانتي شغاله. بعد كده على ما اللحمه تاخد وتدي كده على النار مع البصل والفلفل، انا عندي هنا ببشر دي حاجه اسمها قصاقيص. ايه هي القصاقيص دي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن جبنه رومي ولكن جديده. القصاقيص دي انا بجيبها من معمل الجبنه الرومي، انا بتعامل معاه بقول له مثلا اعمل لي قرص جبنه رومي 3 كيلو 5 كيلو زي ما انا عايزه. وبيبقى عنده حاجه برضو في المعمل اسمها القصاقيص زي ما انتوا شايفينها كده. انا بجيب منه مثلا بالتلاتة 4 كيلو وبكيسهم في اكياس وبعينهم في الفريزر، بستخدمهم في كتير جدا من الوصفات وطعمها يفرق كتير. عندي هنا اللحمة المفرومة خلاص اخدت ودت مع بعضها شوية كده. ببدأ انزل في الاخر بمعلقتين من الصلصة. ما تكتريش صلصة اكتر من معلقتين. انا مش عايزة الصلصة تبقى كتيرة بحيث ان لونها يبقى محمر قوي، لا انا عايزة حاجة بسيطة خالص بتدي تست حلو وما بتطولش على النار. ده هي يدوب 5 دقايق بالكتير وهتلاقيها كده خلاص تمام. وبعد ما هي خلاص كده خلصت معانا، بنبدأ نشيلها ونحطها في الطبق، بنفردها كده في الطبق لان انا عايزاها تبرد. لازم نستخدم اللحمة المفرومة وهي باردة تماما. بالنسبة للقصاقيص انا كنت عايزة اقول لكم ان انا طبعا تقدري تستخدمي جبنة موتزاريلا وهي بالفعل عندي الجبنة الشيدر المبشور، عندي الميكس الجبن. كل الحاجات دي الحمد لله موجودة عندي، ولكن انا جربتهم كلهم واكتر حاجة عجبتني هي القصاقيص بتدي تيست حلو جدا. ميكس اللحمة المفرومة مع القصاقيص في السمبوسك بيدي طعم جميل. عندنا هنا في طبق بحط فيه يدوب معلقتين بس من الدقيق وبنزل بالمية واحدة واحدة. انا عايزة قوام دقيق متماسك شوية، يعني سايل ومتماسك، حاجة كده وسط زي ما انتوا هتشوفوا معايا، علشان دي اللي هقفل بيها السمبوسك في النهاية علشان ما تفكش مني فيما بعد. عايزه اقول لكم ان نص كيلو من اللحمه المفروم مع الجبنه بيعمل لك لفتين سمبوسك، يعني لفتين من ورق السمبوسك بيتعمل مع نص كيلو مفروم. انا عايزه بقى حد كده يرد عليا دلوقتي ويقول لي هل دي وجبه اقتصاديه ولا لا؟ يعني النص كيلو بيعمل حوالي 50 ل 60 قطعه من السمبوسك. من 50 ل 60 قطعه من السمبوسك دي تاكل كام فرد، كام اسره، كام مره؟ يعني مش اقل من 3 او 4 مرات في الشهر. وولادك يعني بياكلوا السمبوسك وبيحبوها، وكل الاطفال بيعشقوا السمبوسك. فعلشان كده انا بعتبر ان السمبوسك من الوجبات الاقتصادية جدا.
بتعمليها طبعا مع شوية مكرونة، شوية سلطات كده، تحمري شوية بطاطس، بتبقى وجبة جميلة. كوباية عصير بقى كده جنبهم، أو إزازة حاجة ساقعة، بتلاقي الوجبة كاملة ومتكاملة معاكي. عندنا هنا بقى نشوف احنا بنلفها ازاي. عندنا هنا اهو بنجيب على الطرف خالص معلقة من اللحمة المفرومة، وبنحط كده بايدينا شوية من القصاقيص، وبتنيها تانية. وبعد ما بتني التانية بصباعي كده باجي من الطرف بضغط عليها، وبعد كده بلفها سمبوكسات. يعني ايه سمبوكسات؟ بلفها خلف خلاف بشكل مثلث، خلف خلاف، واحدة يمين واحدة شمال، واحدة يمين واحدة شمال، لغاية ما بتطلع معايا آخر قطعة خالص هي اللي فاضلة معايا. بقوم أجيبها بالميكس الدقيق مع المية كده، وبحط منها حاجة بسيطة خالص، وبقفل على السمبوسك. وهتشوفوا معايا لا بتفك في الزيت، ولا بيجرى لها أي حاجة نهائي. وكنت عايزة اقول لكم بالنسبة لنوع السمبوسك اللي انا بستخدمه، انا بستخدم سمبوسك جانو. آه، اولا في البداية كده، اي نوع سمبوسك انت بتستخدميه طالما فتحتيها، ما ينفعش ان انت تاخدي نصها مثلا تلفيه وتعيني الباقي في التلاجة تاني. كده هتيجي تطلعها تاني، يا اما هتكون ناشفة معاكي، يا اما هتكون معجنة، حاجة من الاتنين. يعني هي كده خلاص باظت. فعشان كده بنصحك ان انت تلفيها كلها. وشوفي انا جايبه هنا في العلبه، باخد انا مش هطبخ الكميه دي كلها، باخد شويه بقوم احطهم في الحافظه وبعينها في الفريزر، اطلعها في اي وقت وهي متلجه، احطها في زيت سخن على النار، بتستوي معايا على طول، لان هي كل حاجه فيها اساسا مستويه، هي يا دوب عايزه تتحمر فقط لا غير. بالنسبة لسمبوسك جانو أنا بفضله، لأن هتشوفوا في نهاية الفيديو معايا وأنا بكسرها معاكي ناشفة ومقرمشة بشكل جميل جدا. أنا استخدمت أنواع سمبوسك كتير جدا، فأنا بنصحكم بالنوع ده. طبعا أنتوا عارفين إن أنا لسه فاتحة جديد، لا فيه دعاية ولا أي حاجة، أنا بقول لكم عن تجربة شخصية ليا. نوع السمبوسة الجميل جدا، مقرمش، ما بيطراش معاكي. لما بتيجي تطلعيه من الفريزر وهو لسه متلج وبتحطيه في النار، مش بيتحمر غير لما بيفك من جوه. لكن انا استخدمت انواع تانية كتيرة جدا، لقيت ان هي بتتحمر من بره ومن جوه لسه ما زالت متلجة. هنا ببدأ ان انا اطلعها. لازم تطلعيها على مناديل، لان السمبوسك زي البانيه كده بيتشرب من الزيت، فلازم تطلعيها على مناديل مطبخ في البداية. ولما تكوني بتطبخيها ما تعملي يعني اخر حاجه يعني خلاص الغدا جاهز معاكي، تبداي ان انت تحمريها، لان هي مش بتاخد وقت في التحمير نهائي. يعني حتى البطاطس كانت خلاص اللي هي يعتبر دخلت في التحمير، انا بدات ان انا احمر في السمبوسك. لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وتقولوا لي ايه رأيكم، هل هي وجبة اقتصادية ولا لا. شايفين يعني هو طبعا الصوت مش ظاهر، لكن العين تشوف وتقدر تعرف. شايفين انا بكسرها بالعافية ازاي اهي، شايفة مقرمشة لدرجة لا تتخيليها. من اكتر انواع السمبوسك اللي انا بحبها، وولادي بيعشقوا حاجة اسمها سمبوسك، وإن شاء الله أطفالكم يحبوها. وشكرا جدا لمتابعتكم.